بيبدأ فيلمنا بتاع النهاردة بحفلة موسيقية بيتفرج عليها ولد صغير اسمه مون وباباه. ومون بقى كان حلمه انه يطلع القمر ويكون اول واحد يطلع القمر، لكن لما اتفرج على المسرح حبه جدا وبقى حلمه انه يكون عنده مسرح ويعمل عليه حفلات موسيقية. ولما كبر باباه فعلا اشترى له مسرح وبدأ يعرض عليه حفلات موسيقية والناس كانت منبهرة جدا بيها. وفجأة وهو قاعد في المكتب وسرحان بتدخل عليه السكرتيرة كرول وبتقول له ان الفرقة اللي كانت شغالة في العرض المسرحي اللي فات بتطالب بمرتباتها، وان كمان موظفة البنك عاوزاه يسدد الديون اللي عليه، لكنه بيتهرب وبيقول لها قولي لهم ان انا مش موجود، وبيهرب من المكان السري اللي هو عامله لنفسه جوه المكتب. وبنيجي بقى نتعرف على بطل من ابطال الفيلم وهو جوني، واللي بيكون بيحب الغنى جدا، لكن باباه جبره انه يشتغل معاه في السرقة مع العصابة بتاعته. وبنشوفه واقف بيأمن العصابة على ما يسرقوا المكان، وبيلاقوا فجأة ان البوليس جاي وبيجروا وبيعرفوا يهربوا منهم. وبنيجي بقى البطلة تانية معانا وهي روزيتا، وبتبقى بتغني وهي بتحضر الفطار لعيالها، وصوتها بيبقى جميل جدا وبتكون ام ال25 طفل. وبنيجي بعد كده للثنائي اللي عاملين فريق سوا وبيحيوا بعض، البت اش والولد لامس. ورابع واحد معانا بقى الفيلة اللي اسمها مينا، واللي صوتها حلو قوي بس كانت خجولة وكانت بتتكسف انها تغني قدام اي حد، وكانت بتحتفل بعيد ميلاد جدها، ولما جه يتمنى امنية اتمنى انها تنضم للفرقة لانها خسارة ان صوتها ده ما ياخدش فرصته. وبنشوف بقى صاحبنا مايك واللي كان تنك قوي وكان هو كمان بيحب الغنى جدا، وكان بيعزف في الشارع، ومن كتر ما هو شايف نفسه متكبر كان بيتعصب على الناس اللي كانت بتديله فلوس قليلة عشان يزودوه بالاجبار. وبنروح بقى لمون وكان قاعد مع صاحبه ايدي، وبنعرف ان ابو ايدي هو اللي كان بيمول عروض الشركة بتاعت مون، لكن باباه بقى شايف ان مون بقى فاشل ومش هيمول له اي عرض تاني. لكن مون بيحاول يقنع صاحبه وبيقول له ان المرة دي العروض هتبقى مختلفة، وانا هعمل مسابقة لكل واحد عايز يجي يعرض موهبته الغنائية وهياخد عليها جايزة مالية مقابل ده. فايدي بيعترض وبيقول له ان باباه مش هيوافق. فبيرجع مون لمكتبه وبيعد الفلوس اللي معاه وبيعرف انهم 1000، فبيطلب من السكرتيرة بتاعته انها تعمل اعلان لكل واحد حابب يقدم في المسابقة دي، وان الفايز هياخد $1000. ففعلا السكرتيرة كرول بتكتب الاعلان، وهي بتكتب المروحة بتطير عينيها فبتنزل على الكيبورد وبتضيف صفرين فاصبح المبلغ $100,000، وما بتاخدش بالها من اللي حصل. وبتطبع الورق وبيدخل عليها مون وبتقوله ان الورق بقى جاهز، لكن لسوء الحظ المروحة بتيجي على الورق وهي شايلاه وبتطيره في الشارع، وبينتشر الاعلان في كل حتة وبيبدأ يشوفه كل الناس، ومن ضمنهم طبعا اش وجوني وروزيتا ومينا وكمان مايك، وبيفرحوا جدا ان الفرصة جت لهم. وتاني يوم بيجي حيوانات كتير جدا لتجارب الاداء، وبيفرح مون جدا وبيكلم صاحبه ايدي عشان يجي يقيموا الحيوانات دي. وبتبدأ العروض وبنلاقي في الحيوانات الوحش والحلو، وبتيجي مينا تعمل العرض بتاعها وبتغني لكن بتتكسف وبترجع البيت بتاعها وبتبقى زعلانة من نفسها. وبيجي وقت عرض النتيجة علشان يقولوا مين اللي مقبول ومين اللي مش مقبول، فبيبتدي وبيقول لآش انها مقبولة لكن مقبولة لوحدها من غير لامس. فلامس بيزعل وبيقول لها يلا عشان نمشي. وبعد كده بيجي يختار من بين 3، جوني وزرافة وطور، والطور بيكون متوتر جدا وبيعمل صوت وريحة كده، فبيرفضوا مون بعد اللي حصل ده، فبيتعصب وبيدوس على حلزون بالغلط، فبياخده بسرعة وبيجري علشان يعالجه والتوتر مش بيسيبه. المهم بقى نيجي للي فاضل وهو جوني والزرافة، فبيجي يتكلم مع الزرافة وانه اختارها، لكن كان في مشكلة علشان صوته كان بيوصل لها متأخر وبيحتاج مجهود كبير، فقرر ان هو يطلعها وخلاص وهياخد جوني. فجوني بيفرح جدا. وبعد كده بنيجي لروزيتا وبيقول لها ان صوتها حلو جدا لكن مملة، فعشان كده هيضيف لها جونتر، وبكده هيبقى العرض مشوق وفيه نشاط. وايدي بيشوف عدد كبير مرفوض طالع من المسرح، وفي الوقت ده بيكون مون جاي يتكلم مع الفريق اللي اختاره، وبدأوا يسألوه الصندوق ده فيه الفلوس بتاعة المسابقة، فبيقول لهم ايوه هو ده الصندوق. فبيقولوا له عايزين نشوف $100,000 اللي جوه الصندوق. فبيستغرب مون جدا من الرقم، فبيروح يشوف الاعلان تاني من ايدي وبيتصدم جدا ان مكتوب الرقم ده، وبيروح يفهم من كرول هي ليه عملت كده، فبتوضح له اللي حصل وهي بتعيط وبتمشي. فبيروح يطلب مون من ايدي انه اهله يسلفوه الفلوس دي، فايدي بيقول له انهم هيرفضوا وانه الافضل ليه انه يتراجع عن المسابقة دي وانه يعمل اي حاجة في المسرح تجيب فلوس افضل. وبيقول له ان باباه اشتغل في غسيل العربيات عشان يشتري له المسرح ده وان هو مش عاوز يخذله، وبيقول لهم انهم لازم يناموا بكرة بدري عشان يجوا بكرة يبدأوا تدريب، وانهم لازم يبقوا في كامل نشاطهم. وبعد ما بيمشوا ايدي بيجي المون وبيقول له ان المسابقة دي مش هتنقذ المسرح
المسرح وانت مش معاك فلوس انك تسدد الفلوس دي. لكن مون بيبقى مصمم على رأيه ومش بيسمع كلام ايدي. وبنيجي بقى لمينا وهي زعلانة انها ما قدرتش تغني وتدخل في المسابقة، وجدها بيتدخل في الكلام وبيقول لها انت لازم تروحي بكرة تطلبي منهم انهم يدوكي فرصة تانية عشان تقدمي في المسابقة. ونيجي بقى لآش وهي بتقنع لامس انها تدخل في المسابقة، وانها لو كسبت بالفلوس دي هيقدروا انهم يفتحوا ليهم استوديو تسجيل وان العالم كله هيسمعهم. لكن هو مش بيسمعها وبيقول لها انت لو عملتي كده تبقى انت عايزة تخونيني. وبنشوف ان مايك بيشوف فارة وبيعجب بيها وبيبقى عايز يدخل معاها المكان، لكن الامن بيمنعوه بيدخلوها هي. وبنروح بقى لجوني وهو مروح بيته فرحان، لكن باباه بيقابله وبيقوله انهم عندهم عملية جديدة تانية وهي سرقة سفينة، وانه آن الاوان انه يشارك معاهم في العمليات دي، وان مهمته هتبقى انه يسوق بيهم. وسأله امتى وصول السفينة فقاله انه مش عارف لسه، وجوني بيكون مضطر انه يسمع الكلام للأسف. وفي الوقت ده روزيتا بتبقى بتحاول تكلم اي مربية تقدر تيجي تخدم مترعى اولادها لمدة اسبوعين، لكن اول ما بيعرفوا ان عددهم 25 طفل بيرفضوا طبعا. واول ما جوزها بيجي من الشغل بتحاول تقنعه انه يقعد هو باولادهم، وبتفرحوا بالرقم اللي هي هتاخده لو كسبت في المسابقة. لكن هو بيكون نايم من كتر التعب من الشغل فبتزعل جدا وبتبقى مش لاقية حل، لكن بتيجي في دماغها فكرة وهي انها تصنع آلات تقوم بالشغل مكانها في الايام اللي هي مش هتبقى موجودة فيها. وفعلا بتنجح وبتقدر ان هي تروح تتدرب. وبيصحى اولادها وبيشوفوا ان كل حاجة زي ما هي والاكل بيتحط لهم، وكمان هي مسجلة لهم شريط بصوتها عشان يبقوا مطمنين. حتى جوزها مش بيلاحظ انها مش موجودة وبيروح شغله عادي. واخيرا وصلوا المتسابقين للمسرح، ومون بيبدأ يوزع عليهم كلهم قائمة الاغاني عشان يختاروا منها اغنية ويبدأوا يجربوها. وبيبدأ بجوني وبيقول له انت لازم تغني وتعزف على بيانو. فجوني بيقول له انه ما عزفش على بيانو وهو صغير، فبيقول له ما تقلقش، وبيخلي كرول انها تعلمهم دروس بيانو. وبنيجي بقى لآش وهي رايحة المنو، وبيبدأ ان هو يعرض عليها لبس علشان تختار منهم واحد علشان العرض، لكن هي بتكون معترضة. وفجأة النور بيقطع لانه بقاله فترة كبيرة ما دفعش فاتورة الكهرباء. فالمتسابقين بيستغربوا لكنه بيطمنهم ان ده عطل بسيط وهيروح يشوفه دلوقتي. وبياخد كابل الكهرباء وبيحاول انه يطلع من الشباك عشان يسرق كهرباء من المبنى اللي جنبه، لكن وهو جاي ينط للمبنى ده بيقع. وبتشوفه مينا وبتقوله انها كانت عايزة تدخل وتجرب في تجارب الاداء لكن ما عرفتش، فاذا ممكن ان هو يسمح لها انها تغني تاني، لكنه مش بيهتم لكلامها قوي. وبيقدر ان هو يوصل الكابل المبنى التاني والنور بيجي. واول ما بيدخل جوه بتبقى مينا موجودة وبيعرض عليها انها تشتغل معاه في المسرح، فبتوافق عشان تكون موجودة وقريبة من المكان ده. فاول ما بتدخل المسرح بتنبهر جدا بجماله. وبنيجي بقى المايك مدير البار وبيقوله انه هيديله $100,000 قريب، والمدير بيديله بطاقة خاصة لدخول المكان. وبنشوفه هو نازل من عربيته وماسك الفارة بتاعته وداخلين البار مع بعض. ونيجي بقى لآش وهي بتقول للامس ان هي خلاص قررت ان هي هتكتب الاغنية اللي هتغنيها، لكن بيقعد يتريق عليها وبيصعب عليها الموضوع وبيقول لها انه مش سهل اي حد يكتب اغنية. وبنيجي بقى لمينا لما بتروح بيتها وبتلاقي سكان الحي كلهم موجودين قدام بيتها، ومامتها وباباها بيسألوها عملتي ايه، فبتضطر انها تكذب عليهم وتقول لهم انها دخلت المسابقة. وفي الوقت ده بيجي موظف البنك المون علشان تقول له يسدد الديون بتاعته يا اما هيقفلوا له المسرح. وبيضطر مون ان هو يروح لصاحبه ايدي علشان يسلفه فلوس، وهما بيتكلموا بيعرف ان جدته لسه عايشة وان جدته غنية جدا وكمان بتحب المسرح، لكن ايدي بيقول له ان شخصيتها لئيمة جدا وبلاش يقرب لها احسن. وعين كرول بتعمل مصيبة تانية، والمصيبة دي بتيجي على دماغ واحد من المتسابقين وبتيجي الاسعاف وبتاخده، وكده يبقى ناقص واحد كمان في المسابقة. وكمان بنشوف ان في 2 انسحبوا من المسابقة بسبب الخلافات الموجودة ما بينهم، وبكده الدنيا اتهدت خالص على مون. ولما بيدخل المسرح بيشوف مينا وهي بتنظف المسرح، فبيطلب منها انها تجرب انها تغني، فبتوافق لكن بتقوله انها مكسوفة وخايفة. وبعد كده وهما في المسرح بيجي مكالمة لجوني من باباه وانه لازم يجي دلوقتي، فبيروح يستأذن من مون وبيروح لباباه. وبعد كده آش بتروح البيت وبتشوف لامس وهو بيغني مع بنت تانية، وبتزعل جدا لانها كانت مشاركة في المسابقة عشانهم هما الاتنين، وبتطرده من البيت. وبنشوف مايك وهو بيلعب على فلوس وبيكسبهم، لكن بيكشفوه وبيعرفوا ان هو بيغش فبيجري منهم بعربيته. وفي تاني يوم مون بيروح لإيدي علشان ياخدوا ويروحوا عند جدته، وفعلا بيروحوا لجدته وبتبقى نازلة بكل شموخ وتكبر. ومون بيحاول يفكرها بيه لكن هي بتبقى فاكراه وبتبقى عارفة ان عنده مسرح، وبيطلب منها انها تموله لكن هي بترفض وبتقوله
لانها كانت بتحب المسرح لانه كان زمان كان جميل. فمون بيقول لها انه لسه جميل، وقال لها انه كمان غير فيه حاجات كتير قوي، وبيطلب منها انها تيجي المسرح عشان تشوفه بنفسها، وانه هيعمل لها عرض عليه خاص بيها. فبتوافق وبيفرح مون جدا، وبيرجع المسرح وبيطلب من كل المتسابقين انهم بكره لازم يعملوا العرض ده. فبيجي مكالمة لجوني من باباه وانه لازم يروح له دلوقتي، فبيروح لهم وبيعرفوا باباه انه لازم يقعد في العربية دي لحد ما هم يطلعوا، مش اقل من 37 دقيقة، وده الوقت اللي تقريبا هيطلعوا فيه. وهو قاعد في العربية بيشوف الوقت وبيقول هيروح المسرح بسرعة ويبقى يجي. وبتيجي آش وبتعمل العرض بتاعها، لكن وهي بتغني بتعيط وبتنهار من الحالة النفسية اللي بقت فيها، وبتجري تدخل لجوه. وبعد كده روزيتا وجونتو بيعملوا العرض بتاعهم، لكن روزيتا بتقع وهي بتحاول ترقص مع جونتو لانها ست بيت ومش متعودة على الرقص. واخيرا جوني بيوصل وبيبدأ انه بسرعة يغني ويعزف على البيانو، لكن وهو بيعزف على البيانو ما بيكونش احسن حاجة. وبعد كده بيخلص العرض بتاعه وبيجري بسرعة بالعربية على باباه، لكن لسوء الحظ الطريق بيكون زحمة وبيتعطل جدا ومش بيعرف يوصل لهم بسرعة، وهم بيطلعوا مش بيلاقوا العربية. فعشان كده البوليس بيكون وصل وبيقبض عليهم، وجوني بيروح يزور باباه في السجن، وباباه بيتعصب عليه جدا وبيقول له انت كنت فين؟ فبيقول له بصراحة اشتركت في مسابقة غنى وانا عايز ابقى مغني، وبيحاول انه يفرحه وبيقول له انه هيكسب 100,000 دولار وبكده هيقدر يخرجه من السجن. لكن باباه بيتعصب عليه وبيقفل السكة وبيبقى مش عايز يكلمه وبيسيبه وبيمشي. فبيجري جوني على المسرح وبيحاول ان هو يسرق الصندوق اللي بيفكر انه فيه الفلوس، لكن بيشوف ورقة تحته مكتوب فيها المشتركين في المسابقة. فبيرجع في كلامه وبيروح لكرول وبيقول له انه عايز يتعلم على البيانو. في الوقت ده بيكون مون ومينا بيظبطوا حاجات في المسرح عشان العرض. وفي تاني يوم روزيتا بتكون خارجة من بيتها، وجوزها تاني يوم وهو ماشي بيتكعبل في كورة، فالكورة دي بتيجي في الآلة اللي هي مصنعاها فبتبوظ الدنيا خالص. وبعد كده مون بيدخل على آش وهي بتغني، فبيلاقيها بتغني أغنية جميلة جدا، فبيقول لها انه اعجب بيها جدا وعايزها النهارده تغني الأغنية دي. وبعد كده بيروح لمينا وبيطلب منها انها تنظم له الفريق، فمينا بتقول له انها عايزة تنضم ليهم لكن هي بتخاف. فقال لها مون ما تخليش الخوف يوقفك عن الحاجة اللي انت بتحبي تعمليها، فبتوافق انها تنضم وبتفرح جدا. وبعد كده بنشوف الجدة لما وصلت عند المسرح، ومايك بيكون واقف بره والدببة بييجوا يشوفوه وبيمسكوه وبيقولوا له ان هم عاوزين الفلوس، وبيقول لهم ان الفلوس موجودة في الصندوق جوه مع مون. فبياخدوا مايك وبيدخلوه جوه في المسرح علشان ياخدوا الصندوق. وبعد كده بنشوف الجدة في المسرح وبتبقى قد ايه مبسوطة ومنبهرة بشكله الجميل. وبعد كده بنشوف الدببة جايبين مايك لمون وبيقولوا له ان مايك بيقول ان معاك الفلوس بتاعته، فبيقول له ان مايك مش هياخد الفلوس دي الا لو فاز. وفجأة بيهددوه بيخاف منهم، فمايك بيقول لمون انه يديهم الصندوق، فمون بيخاف فعلا وبيديهم الصندوق وبييجوا يكسروه وبيلاقوا ان ما فيهوش حاجة. ساعتها المتسابقين بيعرفوا ان مون كان بيضحك عليهم وبيكونوا مصدومين. وفجأة بنشوف ان الازاز اتكسر والمية غرقت المكان، وبتمشي الجدة وهي متعصبة جدا. وبعد كده بنشوف ان المسرح كله اتهد. وبعد كده البنك بيجي وبيحجز على الارض بتاعة المسرح، والخبر بيجي على التلفزيون. وبنشوف مون وهو قاعد عند ايدي والباب بيخبط، فبيروح يفتح وبيلاقي المتسابقين وبيحاول انه يعتذر منهم، لكن هم بيقولوا له انهم عايزين يلاقوا مكان تاني عشان يكملوا فيه، لكن هو بيكون مش موافق وبيقول ان الجرايد والاخبار كاتبين عنه انه شخص فاشل، وبيقول لهم انه مش هيقدر يكمل وبيقفل فعلا الباب وهو حزين. لكن مينا بتجيله وبتقول له انه ما ينفعش ان الخوف يخليه ما يعملش الحاجة اللي بيحبها، لكن هو عشان يخليها تمشي بيقول لهم انهم فشلوا وما عندهمش مقومات النجاح. فبتزعل مينا جدا منه وبتمشي، وبيقرر انه يشتغل في غسيل العربيات زي باباه. وايدي في الاول كان مستغرب انه بيعمل كده ليه، لكن بعد كده هو وكرول بقوا بيشتغلوا معاه. وفجأة مون وهو شغال في غسيل العربيات بيسمع صوت حد بيغني وصوته جميل جدا، فبيمشي ورا الصوت ده لحد ما بيروح هناك وبيلاقي مينا وبيقول لها ان صوتها ده لازم يسمعه وسط ناس كتير، وبيكلم باقي الفريق عشان يكملوا اللي كانوا بيعملوه. وفعلا بيعملوا اعلان وبيظبطوا المكان رغم انهم عارفين ان ده مش قانوني لان خلاص البنك حجز على المكان. وفعلا بيبداوا انهم يكملوا تظبيط في المسرح. ومايك بيسأل مون عن الجايزة، فمون بيقول له ان ما بقاش في جايزة وكل واحد بيعمل كده عشان نفسه. وبنيجي بقى بالليل لوقت الحفلة، واللي بيكون مش موجود حد غير اهالي المتسابقين والمذيع اللي عمال يتريق على اللي بيحصل. وبيبدأ اول عرض بتاع روزيتا وجونتر واللي بيكون جميل جدا والناس
الناس كتير بتيجي عليه علشان تتفرج. وبعد كده بيكون جوني واللي أبدع جدا في العرض بتاعه وباباه بيتفرج عليه في السجن وبيفرح جدا بيه وبيهرب من السجن علشان يروح يهني ابنه. وبعد كده بنشوف ان موظفة البنك جات وبتقول لهم انهم بيعملوا كده حاجة مش قانونية، لكن هم مش بيهتموا. وآش بتدخل العرض بتاعها وبيكون عرضها جميل جدا والناس كلها بتتفاعل معاها. وبعد كده بنشوف العرض بتاع مايك وبيشوفوا الدببة وبيجوا علشانه، وكمان حبيبته الفارة اللي كان بيحبها كمان بتيجي. وبعد كده بنلاقي بابا جوني بيوصل وبيحضنه وبيكون فخور بيه. وبعد كده بيجي دور مينا وهي بتكون خايفة، لكن مون بيحاول يشجعها وبيقول لها ما تخافش وبيروح معاها يطلعها على المسرح. وبعد كده بتبدأ ان هي تغني. في الاول بتكون مكسوفة، لكن بعد كده بتتغلب على خوفها وبتبدأ انها تغني وكأنها طول عمرها على المسرح. وبعد كده بنشوف ان الدببة وصلوا المايك وبياخدوه، لكن بتيجي الفارة وبتنقذه وبتركب معاه العربية وبيهربوا منهم. وفي الوقت ده الجدة بتكون موجودة وبتكون منبهرة جدا بكل العروض اللي حصلت وبتوافق انها تشتري الارض المون، وبيفرح جدا وبيبني المسرح تاني من جديد. وبكده يكون خلص فيلمنا بتاع النهاردة. لو وصلت معانا لحد هنا يبقى انت اكيد الفيلم عجبك. ما تنساش بقى تعمل لنا اشتراك عشان تشوف معانا كل الجديد اللي هننزله، وما تنساش اللايك والشير والكومنت، وتقول لنا رأيك في الكومنتات، وتقول لنا كمان عايز الفيلم الجاي يكون عن ايه. سلام.